مع إقرار هدم وإزالة وإعادة تخطيط كوبري المندرة ضمن الأعمال التجهيزية اللازمة لتنفيذ أول مترو في محافظة اسكندرية، وطرح عملية هدم كوبري المندرة في ممارسة علنية اتكلمنا عليها في حلقة قبل كده، ومع انتظار الإعلان الرسمي عن الشركات اللي هتفوز بعملية الهدم دي، بنسأل إيه مصير المحلات في محيط كوبري المندرة أثناء أعمال هدم وإزالة الكوبري؟ إزاي هتتم أعمال الهدم والتخلص من المخلفات الناتجة عنه؟ كل ده هنعرفه بعد ما تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والمتابعات الجديدة، ويا ريت لايك للحلقة، وزي ما تعودنا تقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. أعلنت هيئة الأنفاق يوم 21 ديسمبر الماضي موعد نهائي لاستلام المظاريف المغلقة من الشركات المتقدمة للاختيار بينهم لهدم وإزالة كوبري المندرة. الشركات اللي دفعت تأمين ابتدائي للعملية دي 230 ألف جنيه، وفي انتظار الإعلان عن الشركة الفايزة بتنفيذ أعمال هدم الكوبري بعد فحص المظاريف الفنية والمالية. كوبري المندرة واللي بيربط شرق اسكندرية بقلبها من الأماكن المهمة جدا مروريا، لكن مع تحويل خط قطار أبو قير لمترو كهربائي ومروره في معظم مساره على جسر، واللي بيبدأ بعد محطة كفر عبده المحطة الجديدة اللي هيتم إنشائها في أرض شركة النحاس، وبيكمل الجسر العلوي لحد محطة أبو قير، أصبح مفيش حاجة لكوبري المندرة بالشكل اللي هو عليه دلوقتي، نتيجة إن معظم المسار هيكون مرتفع. ده غير ان الكوبري نفسه ليه مشاكل كتير، زي مثلا انخفاض مستواه واللي تسبب لأكتر من مرة في حشر أتوبيسات تحته وتعطيل حركة المرور أثناء الأمطار الشديدة. علشان كده كان لازم يتم تعديله حتى لو ما كانش فيه مشروع مترو أبو قير. كوبري المندرة بتحيط بيه بعض المحلات، ده غير ان فيه سوق قريب منه جدا، وفي منها اللي هيتأثر بأعمال الهدم والإزالة. علشان كده هيتم تنفيذ أعمال سند لبعض المحلات دي، كمان هيتم تركيب أسوار مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال الهدم، وده لتوفير الأمان للمباني المجاورة والمارين بالشارع وكمان القائمين بالهدم. هيتم إزالة النفق كله بأساساته، وده هيتطلب أعمال حفر هيترتب عليها مخلفات مسؤولية مقاول الهدم نقلها للمقالب العمومية، غير الخردة اللي هيكون من حقه بيعها مقابل المبلغ اللي بيدفعه في البداية اللي كل شركة مقاولات قدمته وكتبته في المظروف المالي. لو الحلقة عجبت حضراتكم وحابين تتابعوا كل ما هو جديد في محافظة اسكندرية، يا ريت دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والمتابعات والأخبار الجديدة، ويا ريت لايك للحلقة، وزي ما تعودنا تقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.